بيبدأ الفيلم بظهور سوبرمان مش عارف ينام علشان سمعه الخارق اللي بيخليه سامع كل حاجة بتحصل، وفجأة بيسمع صوت ضربات قلب في بطن لويس مراته. هنا بيقول لها انها حامل وبيتوتر جدا، وبيبدأ يسألها هيدخله مدرسة ايه وازاي هيبرر له غيابه لما يسافر في المهمات اللي بيعملها. فبتقول لويس يهدى ويسيب الحاجات دي لوقتها. في اللحظة دي بيسمع صوت باتمان فبيمشي بسرعة، وبيطلع باتمان بيحارب الأشرار وبيضرب عصابة. وفجأة بيظهر سوبرمان وبيكسر مسدس مجرم كان عايز يقتل باتمان، فبيروح ضارب مجرم تاني قبل ما باتمان يضربه. هنا بيقول له باتمان انه حاسس بيه متغير، فبيقول له ان لويس حامل. في اللحظة دي بيقول له باتمان انه باين عليه التوتر، هو بيقول له انه جاي مدينته علشان يمسك الجوكر لانه عارف انه موجود هنا، فبيطلب منه يشيل الجثث دي وبيمشي بسرعة. وفي نفس الوقت بتكون لويس مع زميلها بيصوروا مجرمين بيتفقوا على تنفيذ جريمة، لكن لويس بتلاحظ ان واحد منهم لابس جزمة شبه الجوكر، فبتقول لزميلها انهم لازم يمشوا حالا. لكن فجأة بيتضرب نار على الكاميرا وبيموت المصور والجوكر قدام لويس، فبتحاول انها تهرب لكن بتضربها هارلي صاحبة الجوكر فبتفقد الوعي. وهنا بيروح باتمان المعمل وبيلاقي الحارس مقتول، وسوبرمان بيشوف المصور ميت وبيعرف ان لويس في خطر، فبيسأل باتمان العالم المسؤول عن المعمل عن الكريبتون اللي اتسرق، فبيقول انهم كانوا عايزين يستخدموه في علاج البشر. هنا بيقول له باتمان انه وقع في ايد الجوكر. في اللحظة دي بيوصل سوبرمان وبيقول ان لويس اتخطفت، فبيطلع باتمان معاه علشان يدوروا عليها، وبيبعت رسالة لفريق العدالة وبيطلب منهم يساعدوهم يلاقوا لويس. وفعلا بيردوا عليه كل أعضاء الفريق وبيسألوه عنها، فبيقول لهم على المكان اللي كانت فيه آخر مرة وبيطلب منهم يدوروا عليها. وبيقول فلاش إنه هيدور في كل مكان تحت الأرض وبيقدر إنه يوصل لمخبأ الجوكر، لكن فجأة بينزل من فتحات التهوية غاز الخوف. في نفس الوقت بتعرف وندر وومن البطلة الخارقة إن الجوكر هرب في غواصة وأخد لويس معاه، فبيروح سوبرمان بنظرة الخارق على البحر وبيقدر يشوف الغواصة، وبيقول لباتمان إن الغواصة ناقصها صاروخ نووي، هو بينزل يطلعها من المية وبيدخل يدور على لويس. هنا بيلاقي الجوكر وهارلي قدامه وبينشروا غاز الخوف، فبيشوف سوبرمان الوحش دوماس، فبيقول انه مش هيسيبه يموت البشر وبياخده وبيطير. وطبعا بتكون اوهام من المخدر علشان يقدر الجوكر يهرب، لكن اول ما بيطلع الجوكر وصاحبته بيمسكهم فريق الخارقين، وبيعرف باتمان الخدعة اللي الجوكر عاملها، فبيقول لسوبرمان يرجع تاني وان اللي شايفه ده مش حقيقي. هنا بيفوق سوبرمان وبيكتشف انه كان واخد لويس، لكن المفاجأة ان الجوكر زرع في قلبها زرار قنبلة، اول ما قلبها يبطل نبض تنفجر، وفعلا بتنفجر القنبلة في برج ساعة المدينة. وبينزل سوبرمان بلويس وهو حزين بعد ما ماتت، فبيقبض باتمان على الجوكر وبيحقق معاه وبيسأله عن سبب رجوع المدينة وقتله لمرات سوبرمان، فبيقول له الجوكر إنهم كل مرة بيغلبوه وعلشان كده كان لازم ينتقم منهم. وهنا بتروح وندر وومن لسوبرمان وبتقول إن أكيد الجوكر بيحضر لحاجة كبيرة وموضوع قتل لويس ده علشان يشغلهم، فبيقول لها سوبرمان تاخد بالها من لويس وهو هيروح يتأكد بنفسه، لكن جرين بيطير وراه وبيحاول يمنعه يروح للجوكر لأنه عارف إنه في حالة مش طبيعية. وهنا بيسحب منه سوبرمان قوته وبينزل وبيمشي. في نفس الوقت بيكون الجوكر بيحاول يضحك على باتمان علشان يهرب، لكن بيوصل سوبرمان وبيقتله. في اللحظة دي بتسمع هارلي الخبر وهي في عربية الشرطة، فبتروح ضربة الضباط علشان تهرب وبتوصل لمحل الألعاب، وهناك بتلاقي جرين بيحاول يقبض عليها، لكن هارلي بترمي عليه قنبلة وبتحاول تقتله، بس جرين بيرمي عليها شبكة وبيمسكها. وبنشوف سوبرمان وهو بيتابع الأخبار وبيعرف ان الصاروخ اتضرب بيه مكان وراح ضحيته ملايين البشر. هنا بتقول له وندر وومن ان اللي حصل ده مش غلطته، لكن باتمان بيقول له انها غلطته لانه اتسرع في قتل الجوكر قبل ما يعرفوا منه مكان الصاروخ. هنا بيروح سوبرمان يقبض على رئيس الدولة اللي رمى الصاروخ، وبنعرف من الأخبار إن سلمه للمحكمة الدولية. في الوقت ده بتفوق هارلي وبتلاقي نفسها في كهف تحت الأرض، وبيقول لها جرين إنه كهف السهم، فبتحاول هارلي إنها تعرف أي معلومات عن المكان، لكن جرين بيخدرها تاني. وبعد كده بيطلع سوبرمان في بث مباشر للعالم كله بيحذرهم من الحروب المستمرة وبيطلب منهم وقف النار في العالم كله، وإلا هو اللي هيوقفهم بنفسه. وفعلا بيقدر سوبرمان يوقف الحرب في العالم. هنا بيتجمع كل أعضاء فريق العدالة في اجتماع، وبيقول باتمان إن اللي بيعمله سوبرمان ووندر وومن مش سليم،
وبيقولوا انهم اخدوا دور الشرطة والمفروض دورهم يقدموا المساعدة وبس. لكن وندر وومن بتختلف معاهم وبتقول ان من اول ما سوبرمان عمل كده والامور اختلفت في العالم كله. لكن في اللحظة دي بيتضايق الابطال الخارقين وبيمشوا لانهم مش قادرين يتفقوا مع وندر وومن. وفي مكان تاني بيكون الجيش عامل اجتماع علشان يشوف حل مع سوبرمان لانه بيكلفهم مبالغ كبيرة جدا وهو بيدافع عن البشر، وبيقرروا انهم يجبروه انه يبطل تدخل في قرارات الحكومة. وبالليل بيروح ماكو على بيت بابا سوبرمان وبيخطفه، فبيروح سوبرمان علشان ينقذ باباه. هنا بيهددوا بقتله اذا ما بطلش اللي بيعمله، ومش بيعرف سوبرمان يعمل ايه. فبتقول له وندر وومن انها هتساعده، فبتروح على كافيه الابطال الخارقين وبتقابل ماكو وبتقدر انها تطلعه من انعكاس العالم بتاعه، وبتعرف منه مكان بابا سوبرمان، وفعلا بتقول لسوبرمان على المكان علشان ينقذوه. في نفس الوقت بيروح باتمان للمسؤول اللي خطف بابا سوبرمان وبيهدده بالقتل لو حصل له اي حاجه. وبيروح سوبرمان لباتمان علشان يطلب منه مساعدته في الوصول لباباه، لكن باتمان بيرفض وبيقوله ان ايده بقت كلها دم من ساعه ما قتل الجوكر. فبيطلع سوبرمان في بث مباشر تاني وبيقول انه مش هيسمح للمجرمين انهم يقتلوا البشر ومش هيتراجع عن موقفه في حرب الحكومات اللي بتدخل في حروب. وهنا بنشوف جرين وهو رايح على اجتماع سوبرمان، لكن بيتفاجئ ان هارلي معاه في العربية وبيعمل حادثة، وبتروح على مكان اجتماع الأبطال الخارقين وبتطلع عليهم المجرمين الخارقين. في اللحظة دي بيتحدوا تاني كلهم علشان يقفوا قدام المجرمين وبيقدروا فعلا يوقفوهم، لكن للأسف بيموت نايت وبياخدوا باتمان وهو زعلان جدا لأنه كان أعز أصحابه. هنا بيروح سوبرمان لكات وومن علشان تروح لباتمان وتكون جنبه في الوقت ده، وفي نفس الوقت بيقابل نايت إله الموت وبيحوله لديد. وبيروح سوبرمان يواسي دايما صاحب نايت، لكن بيتفاجئ برأس الغول قدامه وبيقولوا انه حاول يدمر المدينة قبل كده بعد ما الفساد انتشر فيها، وكمان بيعرض على سوبرمان المساعدة لكن سوبرمان بيرفض. في اللحظة دي بيكون باتمان عامل اجتماع مع باقي زمايله اللي رافضين اللي بيعمله سوبرمان، وبيوصل جرينو مع هارلي وبيقول لهم انه ما قدرش يسيبها لانه عارف ان سوبرمان هيقتلها. هنا بيعرض عليهم باتمان الخطة وبيقول لهم ان في مدفع الشمس الاحمر اللي ممكن شعاع يوقف قوة سوبرمان، وكل اللي عليهم يوصلوا له في قلعة العزلة. في الوقت ده بيكون سوبرمان ووندر وومن بيتابعوا حركات الحروب في العالم، وبيكتشف سوبرمان ان رئيس الولايات المتحدة باعت غواصات نووية علشان يحارب لمنطقة الحرب. فبيروح سوبرمان عليه بسرعة وبيقوله يرجع الغواصات تاني، لكن في اللحظة دي بيفهم من الموضوع ده علشان يلهوا عن الحاجات المهمة اللي بتحصل. وفعلا بيكون فريق الأبطال في القلعة بيوصلوا للرشاش، لكن بيطلع ان بابا سوبرمان موجود في المكان هناك. هنا بيوصل سوبرمان وبيقول لهم انه هيقبض عليهم، لكن مش بيقدر لان دخلت شظية كريبتون في دماغه خلته يفقد قدراته. هنا بيقول له باتمان ان هما اللي هيقبضوا عليه لغاية ما يغير رأيه في فرض السلام بالعافية، لكن المفاجأة ان راس الغول بيوصل وبيحاربهم علشان هو اللي ياخده، وبتبدأ الحرب بين الثلاث فرق. فبيضرب جرين سهم على سوبرمان وللأسف بيبعت سوبرمان السهم فبيجي في باباه وبيقول له باباه يسامحهم وانها كانت حادثه وبيموت، لكن سوبرمان بيرفض انه يتراجع عن فكرته وبيقول في تصريح تلفزيوني انه هينشر كور المراقبه في المدينه وبعد كده في العالم كله، واي بطل خارق مش هينضم ليه هيعتبره مخالف للقانون، وكمان بيهدد ان اي حد بيعمل حاجه خارجه عن القانون هيقبض عليه. وفعلا بتنتشر الكور، لكن الغريب ان الناس بدات تلبس زي الجوكر ويعملوا رمز الحريه ويكرهوا سوبرمان. في الوقت ده بيكون باتمان عامل اجتماع مع كات وومن وهارلي وبيقول لهم انهم لازم يتخلصوا من كور المراقبة اللي عند سوبرمان، وعشان يتخلصوا من الكور لازم يطلعوا المخترع بتاعها مستر تريفيك من السجن. هنا بيدخل ديد اللي هيطلع المخترع. في نفس الوقت بيكون سوبرمان مع رأس الغول بيشوف الاختراع بتاعه، فبيطلع إنسان آلي متطور وبيقول لهم سوبرمان يجبروا قدراته في مدينة صغيرة. فبيروح ديد السجن وبيقدر انه يهرب مستر تريفيك، وبيكون سوبرمان مع وندر وومن بيشوفوا فيديو نشره باتمان لسوبرمان وهو بيقتل انصار الجوكر. هنا مش بتصدق وندر وومن وبتسأله اذا كان فعلا قتل الاولاد دي علشان يتضايق منهم، لكن سوبرمان بيقول لها انه قتلهم علشان يكونوا عبرة لغيرهم من اللي بينصروا الشر. في اللحظة دي بيرجع فريق العدالة ويتجمع علشان يوقفوا أميزو، وبيكون راس الغول بيشوف اللي بيحصل مع داميان اللي هو ابن باتمان وحفيده، لكن داميان بيحاربه علشان يطلع يساعد باتمان، وبيظهر ديد علشان يساعد داميان. في نفس الوقت بيكون فريق العدالة بيحارب أميزو، وبيقدر ديد انه يساعد داميان يتغلب على راس الغول. في نفس الوقت بيتغلب فريق العدالة على أميزو، لكن بعد ما يفقد أكتر من بطل. هنا بتقول وندر وومن لسوبرمان إنهم لازم يتراجعوا عن فكرة فرض السلام
لكن سوبرمان بيرفض وبيقول لها انه مش عايزها معاه. هنا بيظهر سوبرمان تاني وبيحاول يقنعه انه تفكيره غلط، لكن سوبرمان بيرفض فبيضربوا بعض. وفجأة بتطلع لويس تاني وهي حامل وبتكلم سوبرمان وبتقدر تقنعه ان اللي بيعمله بيأذي ناس كتيرة بريئة. وفي النهاية بيقول لهم سوبرمان انه هيمشي ومش هيعمل حاجة تاني الا لو احتاجوه. هو كمان بيقول باتمان انهم اخدوا فرصة تانية يحاولوا يصلحوا اللي حصل. وبكده يكون فيلمنا خلص. اشوفكم في فيلم جديد.